السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف في الواقعة ديت الأب لما خاف من ابنه الصغير اللي عنده 7 سنين عمل فيه إيه؟ وليه أصلا يخاف من ابنه؟ الواقعة دي كانت في اسكندرية في محرم بيك. طبيعي جدا إن بيكون في زيارات عائلية ما بين الأسر بينها وبين بعضها. حمو اللي عنده 7 سنين هنا كان عايش مع أمه ومع أبوه. في اليوم دوت جت عندهم في البيت خالته أخت أمه ومعاها مين؟ ولادها، وقاعدين يلعبوا طول النهار وفرحانين وزي الفل ومية مية. ومامته نزلت السوق تتسوق وتجيب حاجات من السوق، وسابت مين في الشقة خلي بالها من العيال؟ أختها ديت كبيرة ومتجوزة ودول ولادها. طيب شوية رجع الزوج اللي هو والد حمو اللي أمه نزلت السوق. فهنا لما رجع ولقى العيال نايمين، والعيال كانوا طول النهار بيلعبوا، أول ما حطوا راسهم على المخدة على طول ناموا. ما هو العيال كده في لحظة تلاقيهم ناموا. ومين قاعد بقى في الشقة؟ أخت مراته. أمال هي فين؟ قالت له دي نزلت السوق تجيب حاجات كده بس هتتأخر شوية. والعيال فين؟ قالت له نام. طب اعملي كوباية شاي. دخلت عملت الشاي. شوية حمو اللي عنده 7 سنين ابنه قام من النوم فجأة. الولد دخل المطبخ لقى أبوه من غير ملابس خالص، ولقى خالته نفس الكلام، والاتنين بيعملوا علاقة استغفر الله العظيم يا رب في المطبخ. أبوه مع خالته. الواد لما شاف كده الواد اتخض، هما كمان قاموا اتخضوا مرة واحدة، وكل واحد فيهم قام لبس. بتعمل ايه يا بابا؟ قالوا لا بس خالتك كانت تعبانة مش عارف ايه. الراجل بقى طبعا مش عارف يقول ايه. الواد راح داخل الباب لا دخل الأوضة وهبد الباب جامد. هنا الأب قال ده الواد فهم، ربنا يستر هيقول لأمه. الولية خافت هنعمل ايه؟ قال لها يا ستي ما تشغليش بالك. دخل يشوف الواد شوية كده لقى الواد نام، اطمن اللي هو نام. دخل المطبخ تاني هو وهي تاني على حد أقواله بالظبط في اعترافاته. وبعد كده خلاص بقى كل واحد كمان فيهم قام استحمى. ما بيستحموا ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب، يعني انتوا كده كده نجاس انتوا الاتنين. شوية الزوجة جت والبنت قاعدة قلقانة تكلمه تقول له هنعمل ايه؟ انا خايف ابنك. يقول له اختي. يقول لها ما تخافيش انا هتصرف بكره. الواد هيقول لها الواد مش صغير. الواد ممكن يقول لها ده الواد خد باله ودخل وهبد الباب. يا ستي ما تخافيش، ده خلاص هيناموا للصبح ما تقلقيش، وانا الصبح هاخده وهخرجه. هتوديه فين يا ستي؟ مالكيش دعوة. المهم قام الصبح خد الواد وقال له تعالى عشان خاطر نتفسح يا حمو. تفسحني يا بابا؟ قال له اه. خد الواد وخرج وبقى يلف بيه. قعد فيه الاول على كافيه. بيقول له انت امبارح صحيت بالليل يا حمو؟ قال له اه صحيت بالليل ودخلت المطبخ ولقيتك انت وخالتي انتوا الاتنين مش بتعملوا ايه اللي بتعمله ده يا بابا؟ انت مخصم ماما يا بابا؟ انت بتعمل كده مع خالتي؟ قال له لا ابدا، دي كانت تعبانه وانا كنت زعلانه مني وكنت بصالحها. قال له كنت بصالحها يعني انا لما حد يخاصمني واجي اصالحه اعمل معاه كده؟ ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ حس ان بيتكلم مع واحد كبير. يقول لك الولد حسيته خلاص، يعني عرفت خلاص ان هو فاهم كل حاجه. خفت بقى هنا ان هو يقول لامه. خدته ورحت بيه على ملاحه، لقيتها مش غويطه. قلت لا بلاش الملاحه دي. رحت مكان تاني ترعه تانيه لقيتها لا دي مش غويطه وممكن وادي شويه. رحت مكان لقيت واحد شافني قال لي يا عم لا دي ابعد عن هنا عشان خاطر دي الترعه دي غويطه. قلت طب وبعدين؟ رحت رايح مكان بيه تاني لترعه تانيه لغايه ما الولد هنا قال لي بابا ممكن انزل شويه العب؟ قال له انزل شويه. الواد نزل راح هو زقه في الغويط. والواد الحقني يا بابا الحقني يا بابا. مفيش بابا، بابا مين؟ ده هو اللي جابك لغايه هنا عشان خاطر يخلص منك. بابا مين يا ابني؟ والواد مات. يقول لك اتاكدت ان هو خلاص مقبش على وش الميه. مشيت وروحت واتصلت باخت مراتي وقلت لها اطمني خلاص الواد خلاص ايه؟ قال لها عملت فيه كذا كذا. قالت والله يعوض عليك ولا يهمك، الواد يجي غيره، يجي غير 2 و3 و4. بس امه لو كانت عرفت
كانت حياتكم كانت اتخربت، وكانت قالت لك طلقني وكنت خلاص. وانا نفس الكلام، لو كان جوزي عرف واختي كانت هتقاطعني العمر كله. مش مشكله، وربنا يعوض عليك، يعوض عليك كده خلاص يعني فرخه. كام يوم والواد قب على وش الميه. هنا الواد لما قب على وش الميه، هم بقى كانوا عملوا بعد كده ايه بقى؟ بلاغ في الاسم طبعا بتغيب الواد. راحت عملت بلاغ في الاسم بتغيب الواد. هنا الشرطه لما الواد طفى على وش الميه بيشوفوا بلاغات العيال المتغيبه، اهاليهم جابوا الام قالت اه ده ابني، وهو الراجل قال اه ده ابني. طب تعالوا بقى هنا يحققوا اول حاجه مع الام ومع الاب، لغايه ما الناس قالوا طبعا تحريات بقى ومباحث لغايه ما الناس قالوا ايه ده، احنا شفناه الولد ده كان ماشي مع مين؟ مع ابوه، ماشي بيه هنا وماشي بيه هنا. اه تعالى بقى بالضغط عليه اعترف وقال كل حاجه. انت عملت كده في ابنك؟ اه ليه عملت كده في ليه؟ قال لك علشان خاطر شافني مع خالته احنا الاتنين في المطبخ في وضع. طبعا لما شافني كده خفت ان هو يقول لي مراتي، يعني خاف من عيل صغير، خاف من الفضيحة ومن مراته، وما خافش من ربنا عز وجل. وشوف هما كانوا بيعملوا قد ايه بقى هما الاتنين. يا ترى كانت اول مرة ولا المرة الكام؟ شوف ربنا ستر عليك قد ايه. وفي كل واقعة بنقولها هو ده اخرة الحرام، اخرته قطران. وكل مرة بنقولها وفي كل واقعة بنقولها ربنا بيستر عليك لغاية ما يلاقيك خلاص لا تستحي، ما بتطبش، مش عايز تبطل، مستمر على اللي انت فيه، مفيش فايدة فيك. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكشف عنك الستر ويقول لك يلا بقى. ويا ويله، ويا ويله اللي ربنا يكشف عنه الستر. دي احنا عايشين كلنا بستر ربنا. ربنا يسترها معاك، ربنا يسترها عليك، كلنا عايشين بستر ربنا. فضح نفسه ويعمل علاقة غير شرعية مع أخت مراته، وانت كمان تخوني ربنا، تخوني جوزك، وتخوني اختك، ولادك اللي نايمين جوه، وما هنش عليكي الواد اللي مات تقولوا ربنا يعوض عليك يا اخويا. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام، لان هو هنا كان مصر على انه هو يقتله، وكمان هو كان مدبر. خده وفسحه ولف بيه مرة واتنين وتلاتة. طب في المرة الأولى لقيت الدرع مش غويطة، تانية مش غويطة، طب خلاص ارجع في كلامك. لأ، هو كان مصمم إن هو يموته. ربنا يرحم العيل الصغير اللي مات، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.